الحكايه بدات من سنه 2020 وقت الحظر لما الناس اكتشفت تطبيق جديد خالص اسمه تيك توك. لا، هو الحوار ابعد من كده بكتير. سنه 1983 في مصر اتعمل مسلسل اسمه بماذا تشترى النقود، والقصه بتدور حوالين واحد غني ومحدش يعرف عنه كتير بيروح بنسيون، وبيكون هناك ناس حالتهم الماديه مش ولا بد، فبيروح لعندهم وبيعرض عليهم فلوس كتير مقابل لعبه لازم يلعبوها ومدتها بتكون 6 ايام بس. طول ال6 ايام دول ما ينفعش يخرجوا بره البنسيون مبدئيا يعني. وفي تشابه بقى بينه وبين لعبه الحبار، مش عايز احرق لك عشان لو انت عايز تتفرج يعني. الفلوس قدامكم اهي، مين هيخش اللعبه؟ وفي افلام ومسلسلات كتير اتكلمت على الموضوع ده، منهم فيلم لمحمد رمضان اللي اسمه الديزل، برضه بيحكي عن الساديه وان في اغنياء بيوصلوا لمرحله معينه من الملل، فبيبقى ملازم الوحيد انه يستمتع بانه يشوف انسان تاني بيصارع لاجل انه يعيش وياخد الفلوس اللي هو عارضها باساليب مميته. ومش على قد فكره الافلام والمسلسلات، في الالعاب برضه نفس الفكره. يعني ببجي جيم في كذا تيم واللي بيكسب هو اخر واحد فضل واخر واحد عاش. فباختصار فكره المسلسل مش جديده عشان تنجح كل النجاح ده، الفكره اتهرست في افلام كتير، بس في عوامل تانية كانت السبب في الغزو اللي حصل ده. اليوم اللي اتعمل فيه المسلسل ما كانوش اصلا جاهزين لموضوع الماركتينج غير في مكان معين اللي هو دول شرق اسيا وبس، لكن التيك توك كان ليه راي تاني خالص. وانت عارف التيك توك بقى من بعد 2020 هو في حته تانية اساسا، والفيديو اللي بيفارل عليه مش بالمليون ولا الاتنين، المشاهدات بتوصل لارقام غريبه. وغير الارقام الغريبه للمشاهدات في كذا حاجه كده التيك توكرز بيخترعوها بين الفتره والتانيه اسمها الترندات. فبيحصل في فتره صدور المسلسل ترندات منه اللي هو زي ده، والترند بتاع العروسه اللي بتغني وحاجات تانية منه كده، فده مثلا عامل كبير يخلي الناس تشوفه. وغير اللقطات اللي كانت بتنزل منه سواء من الاكونتات العاديه بتاعت الناس او من نتفليكس، فالتيك توك كان ليه دور كبير قوي في انتشار المسلسل ده. يعني المنتجين مثلا لما بينتجوا عمل فني كل السعي في سبيل انه يجمع 6 مليار مشاهد من اصل 8 مليار مشاهد، انما التيك توك ما شاء الله عليه بعد شهر بس من صدور المسلسل اجمالي عدد المشاهدات على الهاشتاج بتاع سكويد جيم عدى ال 50 مليار مشاهد. حاجه كمان وهو ان المسلسل اتشهر عشان هو اتشهر وقت نزول مسلسل لعبه الحبار، التايم لاين كله كان بيتكلم على الحوار الجديد ده، فيسبوك انستجرام تويتر يوتيوب تيك توك. فلما الواحد يشوف حاجه كل الناس بتتكلم عليها بطريقه غير عاديه فليه ما نتفرجش؟ احنا اللي متميزين يعني، يلا نتفرج زي الناس دي وخلاص، يمكن يطلع حلو. وطبعا بما ان اغلب الجيل الحالي هو الشباب، يعني الحاجه اللي على اساسها هتعمل المنتج بتاعك هي فئه الشباب، اذا كان منتج مادي او ثقافي او صناعه او ايا كان، فبناء على ده هتختار المعايير بتاعتهم هم. وفي سكويد جيم اشتغلوا برضو على الحته دي، مثلا زي موضوع الميمز، فالمسلسل كله على بعضه ينفع يتعمل عليه عادي، اي لقطه فيه ينفع تترول عليه. هو كان مصمم انك تاخد منه من ماتيريال وتعملها عليه اساسا. الناس فعلا ما صدقت ترند جديد وكله مهتم بيه واي كلام عليه بيجيب ريتش، فنعمل عليه ميمز بقى. وقد كانت، والناس تقريبا كانت بتتنافس في الموضوع ده. ما هو بالنسبه ليهم كنز مش هيخلص دلوقتي، والكنز هنا في الريتش. اللي بيتكلم عن المسلسل ده بيجيب ارقام كتير، وماله ما اتكلم انا كمان، هو انا اللي غار العالم. فالناس من غير ما تحس بالطريقه دي بتعمل اعلانات غير مباشره للمسلسل، لان اللي هيشوف ميم ومش فاهمه لكن الناس بتضحك عليه جامد في الكومنتس هيسال ويقول ايه الضحك في كده، محدش طبعا هيعرف يشرح، فهيضطر يتفرج عشان بس يفهم مش اكتر. وبمجرد ما يتفرج هيتسحل ويكمل، ولما يكمل هيزود المشاهدات وهكذا. ومش كده وبس برضه، يعني هو المسلسل ده تحس مرزق كده، هو يمكن يكون مش اقوى حاجه بس انت مش فاهم بتتفرج عليه ليه. وبص هو في كذا حاجه كمان، بس المره دي من جوه المسلسل مش من بره، يعني عوامل داخليه مش خارجيه، زي مثلا اللبس الموحد، فريق المتسابقين لابسين كله زي بعضه ما بيفرقهمش غير الرقم بتاع كل واحد، والناس التانية لابسين لبس تاني موحد برضه. وطبقة الاغنياء اللي هم المتحكمين او المشاهدين حاجة تانية كذلك. من الاخر مفيش عشوائية كده في المسلسل، ماشي بترتيب حلو. ده غير كمية كادرات كده في المسلسل حلوة بالوانها بتركيبتها، ومن ناحية الوانها فهي الوانها الوان كتير في كل حتة بس قشطة متناسقين مع بعض مش بيوجعوا العين ولا حاجة، ودي كانت حاجة مميزة فعلا في المسلسل. والمسلسل برضه بيطرح شوية اسئلة بما انه بيتكلم على الصراع من اجل النجاة، فالمشاهد هيفضل يتفرج كده وعايز يعرف يا ترى مين اللي هيكسب ومين اللي هيعيش ومين اللي هيموت. وايه ده من الراجل الكبير ده يا عم، ده شكله هيموت باين، مش هيقدر يكمل، هو ايه اللي جايبه يلعب اساسا هو مش قادر، ومين دول اللي ورا القناع، ايه الناس دي، يعني ايه الممتع ان يتفرجوا على حد بيموت. والسؤال ده بقى يا صاحبي بياخدنا لعند حد مهم قوي في حياتك، وهو انت. ايوه انت. بص الناس اللي بتتفرج على اللاعبين اللي بيموتوا دول بيتلذذوا كده اما بيشوفوهم لايف، انما انت بتشوفه بعد ما تسجل، وزي ما هم بيستمتعوا انت كمان بتستمتع، وزي ما هم بيراهنوا على مين في دور اللي هيكمل ويعيش انت كمان راهنت وقلت الراجل ده هيعيش لانه بيعرف يعدي عشان بيغش، لكن انت متاكد ان في لاعب تاني قلبه طيب وبتتمنى له انه ينجح لانه سالك.
فانت برضه حكمت بالموت على واحد وحكمت بالحياه على واحد تاني، وبتقسم وبتفرز الناس على مزاجك زي ما كل واحد ورا القناع دول بيعمل بالظبط. هتقول لي يا عم حصل، بس انا برضه عندي مشاعر وبحس، وساعات ببقى عايز اللاعب الفلاني انه يكسب وما يموتش، يعني بتعاطف معاه وعندي مشاعر. هقول لك طب والمشاعر دي بتظهر ازاي؟ تقول لي على الوش. طب ما يمكن المشاهد اللي ورا القناع ده في المسلسل بيتعاطف وعنده مشاعر زيه زيك، بس القناع مش هيبينه. حلوه دي. بص البشر عموما بيتلذذوا كده بايذاء النفس، مش هم اللي بيأذوا، بيتفرجوا على حاجات ساديه زي افلام الرعب سو او سكواد جيم او الديزل او اي حاجه من الحاجات دي، والمهم يعرف يلاقي لنفسه مبرر عشان ما يجيبش اللوم عليه ويقول انا مجرد متفرج وانا ماليش يد في كل اللي حصل ده. طبعا انا مقدر ان دي افلام ومسلسلات، يعني حتى لو تلذذت فده متعه بصريه مش اكتر، بس انا بديك مثال يعني، وده برضو اللي بيحصل من المتفرجين. انا ماليش يد، الفقر والاحتياج هو اللي عمل كده فيهم، انا مجرد وسيله تنقلهم لبر الامان، بس بشرط هو وشطارتهم بقى، هم لو يستاهلوا يعيشوا هيعيشوا فعلا. وفي حاجه كده في المسلسل متميزه قوي، وهو التصوير في مكان واحد ويكاد يكون صغير او مش صغير بالمعنى الحرفي، هو مكان يسعهم بس على قدهم كده، وده ليه عامل اساسي قوي في صوره المسلسل، وهو خلق عالم خاص ومميز بيهم مش بتاع حد. ومسلسلات كتير نجحت على الفكره دي، يعني في لا كاسا دي بابيل كان برضو نفس العامل ده برضو موجود، وهو عالمهم الخاص بالوانهم بقوانينهم، مالهمش دعوه بالقوانين اللي بره اللي بتطبق على الناس العاديه اللي مش موجودين معاهم والموجودين في عالمهم الطبيعي. وده بينقل كذا حاجه، كل عالم له قوانينه الخاص، والعمل ده الحقيقي اننا مش بنشوفه كتير في الاعمال الفنيه، يعني من بين كل عمل فني والتاني بيطلع واحد كده كل كام سنه، مش كل يوم قصدي بنشوف الكلام ده يعني. فده برضو خلق التميز للمسلسل وسط مسلسلات كتير كانت بتتعرض في نفس الوقت. العالم الخاص بلعبه الحبار خلق جو كده من الهروب من الواقع، عالم خيالي مش موجود، او على الاقل ما فيش عندنا اثبات انه موجود لغايه دلوقتي، يعني ركز برضو في دي، يمكن يكون موجود عادي في وقت تاني او ممكن موجود من زمان. عالم خيالي بيخلي فيه جو عام من التوتر كده، بيخلي المشاهد يتسحل وعايز يعرف ايه اللي هيحصل للاعب ده، فبيكمل مشاهده بقى، ومشاهده زائد مشاهده بتساوي مشاهدات كتير. وفي الاخر المسلسل طرح حاجات كتير فشخ، منها الفقر وانه قد ايه وحش قادر يخلي صاحبه ممكن يعمل اي حاجه عشان يقدر بس انه يعيش، غريزه البقاء على قيد الحياه، واهم فكره ناقشها انه بيحطنا قدام مرايه، والمرايه دي انعكاسها الناس الاغنياء اللي بتتفرج على المتسابقين اللي بيموتوا حرفيا، وزينا زيهم لو فكرنا في الموضوع بشكل اوسع. مش شرط تكون الرغبه ده عند كله، يعني في ناس هتستلذ في موت انسان وناس تانية تتعاطف عادي. الناس بتشوف خناقه كبيره فشخ في الشارع بتفكر مليون مره قبل ما تشيل وتلحق مصيبه ممكن تحصل. الناس بتفكر انها تصور قبل ما تتدخل. حريقه في شارع وخرابه يحل على المتضرر، في ناس هتطف وتساعد، وناس تانية هتصور الحريقه عشان تجيب لايكات على السوشيال ميديا. ومش بس كده، ده ممكن يتمنوا ان المطافي ما تجيش دلوقتي عشان ياخدوا اكبر قدر من الادرينالين. انانيه القصد. هتلاقي النوع ده، وبرضه هتلاقي النوع التاني السادي اللي بيتلذذ باذى الناس، مش حاجه نادره ومش موجود، بيعدي جنبك كل نص ساعه في الشارع على الاقل 5 من النوع ده، انت تعرف 3 في حياتك اصلا. بس عموما الرغبات دي مش ظاهره اصلا، ودليل على كده القناع اللي كانوا بيلبسوه دايما مفيش حاجه واضحه منه، ولا ملامح ولا مشاعر ولا هويه ولا اي حاجه، بيلبس بس القناع ده لاجل انه يمتع نفسه بالمشاهده والاستلذاذ بمعاناه الاخر، وما يبانش منه لا مشاعر ولا اي حاجه. بس كده لو عجبك اللي بقدمه ممكن عادي جدا تدوس سبسكرايب، شكله روش فشخ، ولو عايز تدوس لايك قشطه شكله اروش يعني، ولو عايز تدي كومنت برضه بكتر خيرك فشخ. ويلا صباحكم مساءكم لذيذ.